وانا واقفه في السوبر ماركت وبدفع للراجل بانستا باي، فجاه النت قطع والسيستم علق، قال لك سنترال رمسيس ولع. الموقف ده خلاني افكر، هو اجدادنا كانوا بيشتروا الحاجات بتاعتهم ازاي؟ يعني قبل الجنيه والدولار، وقبل ما يبقى فيه فيزا وكاش، وقبل بيل كمان، يعني الناس كانت بتدفع بايه؟ قبل بقى ما نخترع الفلوس الورق والمعدن، البني ادم بقى كان فنان في انه يستخدم اي حاجه ليها قيمه زي الفلوس. تخيل كده انك رايح تشتري سندوتش فول وطعميه، فصاحب العربيه يقول لك الحساب يا فندم نص كوبايه ملح. وده لان الملح ما كانش بس للاكل، ده كان كنز، لانه كان بيحفظ الاكل قبل اختراع الثلاجات طبعا. طب انت عارف كلمه سالري اللي هو المرتب اللي انت بتستناه اخر كل شهر؟ اصلها لاتيني اصلا، كلمه سالاريوم، ودي معناها مدفوعات الملح، وكانوا بيدوها للجنود الرومان كرواتب. قواقع الكوري، حلويات البحر. قواقع الكوري كانت من اشهر واكثر العملات المنتشره، وده بقى في افريقيا واسيا وجزر المحيط الهادي، كانت سهله انك تشيلها وكمان تتحرك بيها، وكمان شكلها مميز وصعب ان حد يزورها. وقيمتها بقى كانت بتيجي من انها مش موجوده كتير في كل الاماكن. التبغ، دخان بفلوس، لا ما هو مش هينفع نجيب سيجاره. في المستعمرات الامريكيه وخصوصا فيرجينيا، التبغ كان هو العمله الرسميه لفتره طويله، يعني المزارعين كانوا بيزرعوا التبغ، ولما كانوا بيدفعوا ضرائب او يشتروا ارض او حتى يسددوا ديونهم كانوا بيقدموا التبغ. المشكله بقى كانت ان قيمته بتتحدد حسب جودته ووزنه، يعني اللي معاه كليوباترا غير اللي معاه القرد. احجار الراي، ادفع بالصخره وما ترميهاش. ولا في جزر ياب اللي في المحيط الهادي عندهم عمله اسمها احجار الراي، دي بقى اقراص حجريه ضخمه جدا، ممكن توصل لاطوال واوزان مهوله. الغريب بقى ان الحجاره دي مش بتتنقل من مكانها، يعني لما حد يشتري حاجه الملكيه بتتنقل بالكلام بس، باشا نزل ايديك من على صخرتي. وبمجرد ان الكل عارف ان مين صاحب الحجر ده كفايه، يعني ممكن يبقى عندك صخره وزنها طن ومحدش قادر يحركها بس انت صاحبها. الريش الاحمر، العمله الملونه، في جزر معينه وبرده في المحيط الهادي زي جزر سانتا كروز استخدموا الريش الاحمر كعمله، وكانوا بيجمعوا الريش ده من انواع معينه من الطيور وبينسجوه في شرايط طويله، والعمليه دي بقى كانت صعبه جدا وبتاخد وقت ومجهود كبير، وده بقى اللي كان بيديها قيمتها العاليه. الفرو والجلود، في الاماكن بقى اللي فيها تلج ومحتاج جاكيت فرو عشان تستحمل، اماكن بقى زي امريكا الشماليه وروسيا، فرو الحيوانات وجلودها كانت عمله اساسيه. صيادين وتجار الفرو كانوا بيستخدموا جلود زي الثعالب والقندس والدببه في المقايضه، يعني لو عايز تشتري عيش ممكن تدفع بجلد ارنب، ولو عايز تشتري بيت يبقى بثعلب، وهكذا يعني. ولكن كل جلد كان ليه قيمه معينه حسب الحيوان اللي جاي منه وجوده الفرو. هو صح انا كنت بحكي لك كل ده ليه؟